تخيل أنك تقف أمام غابة، وأول شيء تلاحظه هو أنها لا تشبه الغابات. لا تشبه غابة تزورها للتنزه. لا تشبه مكانا تصور فيه صورا جميلة. إنها تشبه بابا يؤدي إلى شيء مظلم، شيء لا تراه ولكنك تشعر به. أمامك لوحة تحذيرية، ليست لوحة عادية تقول احذر الحيوانات البرية، ولا احذر من السقوط، بل كلمات تشبه نداء أو رجاء تطلب منك أن تتردد، أن تفكر مرتين، أن تتواصل مع أحد قبل أن تدخل. وهنا تفهم أنك لست أمام مكان سياحي، أنت أمام مكان له سمعة ترعب العالم. هذه هي غابة أوكيغاهارا، أشهر غابة مخيفة في اليابان. 1. موقع جميل وسر مرعب. تقع أوكيغاهارا عند سفح جبل فوجي، أحد أجمل وأشهر المعالم الطبيعية في العالم، ولذلك فالمفارقة مخيفة. فوقك جبل مقدس في ثقافة اليابان، وأمامك غابة يخاف الناس حتى من ذكر اسمها. وإذا دخل فإنك لن تشعر أنك في غابة عادية، ستشعر بأنك في مكان يسحب منك شيئا في الداخل، يسحب الطمأنينة ويترك مكانها توترا خفيا. 2. الصمت الذي يكسر الأعصاب. أول ما يضربك في أوكيغاهارا هو الصمت. لا تصدق أن الصمت يمكن أن يكون مرعبا. حتى تجربة. في غابات أخرى تسمع صوت ريح، صوت حشرات، صوت طيور. أما هنا فكأن الطبيعة نفسها تخفي صوتها. وعندما تصمت الطبيعة يبدأ عقلك في تشغيل أصوات أخرى: صوت نبضك، صوت أنفاسك، صوت خطواتك وهي تغرس في تربة رطبة ثقيلة. وفي بعض اللحظات تشعر كأن خطواتك ليست وحدها. 3. غابة تخدع العين. ما يجعل أوكيغاهارا خطيرة ليس أنها مسكونة، بل أنها غابة تخدعك. الأشجار متشابهة، الألوان متقاربة، الممرات تتفرع في صمت ثم تختفي. وإذا تركت الممر الرئيسي فقد تدخل في عالم لا يعرفك. وهنا تظهر أشياء غريبة. تجد شريطا ممددا بين شجرتين، لونه باهت كأنه مر عليه وقت طويل. وتجد شريطا آخر وآخر، كأن الغابة ملئت بخيوط تربط الناس بالعالم الخارجي. ولكن السؤال المرعب هو: هل هذه الخيوط تقود الناس إلى الخروج؟ أم تقودهم إلى مكان آخر؟ 4. الأرض التي تبتلعك. أوكيغاهارا لا تقف على تربة عادية، هي غابة نمت فوق أرض بركانية. والأرض البركانية مخادع. تسير وتظن أنك على أرض صلبة، فتكتشف أن تحت قدمك فجوة صغيرة، أو تجويفا، أو شبه مغارة مظلمة. وكثير من هذه التجويف يكون عميقا ويتسع في الداخل. وهنا يبدأ الخوف الحقيقي، لأنك تفهم أن الغابة لا تحتاج إلى شبح لتكون مرعبة. الطبيعة وحدها كافية. 5. الضباب. أكثر من مجرد ضباب. في أوكيغاهارا الضباب لا يأتي ويذهب كأي ضباب. هنا الضباب يبدأ كستار خفيف، ثم يصير جدارا. وعندما يصير جدارا تشعر أنك محاصر في مكان ضيق، حتى وإن كانت الغابة واسعة. ترى الأشجار على بعد أمتار قليلة، ثم تختفي. وفي هذه اللحظة يتسلل إليك شعور وحيد: لو ضعت هنا لن يجدني أحد. 6. قصص الاختفاء التي صنعت الرعب. عبر السنين
انتشرت قصص كثيرة عن أوكيغاهارا، قصص عن أشخاص دخلوا ثم انقطع أثرهم. بعضهم كان زائرا عاديا، بعضهم كان مغامرا، بعضهم كان يظن أنه أذكى من الغابة. ولكن الغابة لا تهزم بالسهولة، لأنها تعمل بطريقة خفية. هي لا تهاجمك، لا تصرخ في وجهك، لا تظهر وحشا، بل تفعل شيئا أسوأ، تجعلك تفقد نفسك. 7. لحظة الضياع، وهي أخطر لحظة. أخطر ما في أوكيغاهارا هو أنك لا تدري متى ضلل. في العادة الإنسان يعرف أنه تائه، يعرف أنه خرج عن الطريق، يعرف أنه أخطأ. أما هنا فإنك تسير وأنت تظن أنك على الطريق الصحيح، ثم تلتفت خلفك فلا تجد الطريق، وتنظر أمامك فلا تجد معلما واحدا يمكن أن تتعلق به. وهنا تبدأ المشكلة. العقل يدخل في حالة هلع، والهلع يجعلك تسير أكثر فتضيع أكثر. 8. شيء يجعلك تشعر بأنك مراقب. كثير ممن زاروا الغابة قالوا شيئا واحدا: شعرنا بأننا لسنا وحدنا. هل هناك دليل؟ لا. ولكن لنكن صادقين، ما الذي يحدث لعقل الإنسان عندما يكون في صمت تام وضباب وعزلة؟ يبدأ في تضخيم كل شيء. صوت غصن ينكسر يصبح كأنه خطوة خلفك، ظل بين الأشجار يصبح كأنه شخص يتحرك. والأسوأ أنك إذا التفت لا تجد شيئا، وهذا شد رعبا. 9. فرق البحث، والليل الذي لا ينس. في بعض الأوقات تدخل فرق بحث إلى الغابة، ويكون ذلك في أجواء متوترة، مصابيح قوية، أجهزة تتبع، مسارات محددة. ومع ذلك قد تشعر الفرق نفسها بالضياع، لأن الغابة في الليل تصير عالما آخر. الأشجار تبدو كأنها تتقدم نحوك، الظلال تتحرك مع أي ضوء، والصمت يكون أشد. وفي تلك اللحظات يفهم الإنسان أن الرعب الحقيقي ليس وحشا يخرج من بين الأشجار. الرعب الحقيقي هو أن تضيع. 10. لماذا هذه الغابة بالتحديد؟ هناك أسباب تجعل أوكيغاهارا أخطر من غيرها. أولا، كثافة الأشجار التي تحجب الشمس. ثانيا، التربة البركانية التي تجعل المكان مخادعا. ثالثا، التشابه الشديد في المعالم. رابعا، الضباب الذي يأتي سريعا. خامسا، السمعة، والسمعة وحدها كافية لتضخيم الخوف. فإذا دخل شخص وهو خائف، فإن الخوف سيصبح عدوه الأول. 11. هل هي مسكونة فعلا؟ بعض الناس يتحدثون عن أساطير يابانية قديمة، عن أرواح تتجول في الغابة، وعن أصوات تنده على الزائرين. لكن الحقيقة أن أوكيغاهارا لا تحتاج إلى أساطير، فهي تقدم الرعب بطريقة أكثر واقعية. صمت، ضباب، وضياع. وفي عالم الرعب لا شيء أخطر من الضياع. 12. أسوأ فكرة ممكنة: أن تدخل وحدك. إذا كان هناك شيء واحد يقوله كل من يعرف الغابة، فهو: لا تدخل وحدك. لأن الغابة لا تهاجمك بالسلاح، بل بالوقت. تسحبك ببطء، ترهقك، تدخلك في دوامة تفكير، وفي النهاية تصبح أنت أكبر خطر على نفسك.